العربي النهارده؟ الامتحان كان كويس، بس هو كان جاي في مستوى الطالب اللي بيذاكر. كان صعب يعني، في مثلا سؤال؟ لا، هو النحو هو اللي كان صعب، لكن باقي الاسئله كلها سهله. كان تمام يعني، كان تمام. انا حليت في نص الوقت، ساعه ونص. خرجت قبل نص الوقت؟ لا هو بفضل قاعد براجع فاهماني، لكن انا حليت. هو في مستوى، ولا هو صعب قوي ولا سهل قوي، فاهماني؟ في المستوى، فاهماني. طب في سؤال وقفت قدامه قلت؟ هو السؤال بس في المقال، هو واحد بس هو اللي وقفني. كان بيقول ايه؟ على اسم ابن الفاعل، ان انا ابن الفاعل. الامتحان يعني كان في، اكيد الامتحان كان لازم يبقى فيه نقط صعبه، بس يعني هو كان اصعب حاجه كان في الامتحان كان النحو، لكن هو الامتحان كان طبيعي يعني. ما فيش سؤال وقفت قدامه؟ هو النحو كان في 5 اسئله نحو، كانوا هم صعاب ومحتاجين تفكير اكتر. الامتحان كمجمل حلو، بس اللي كان رخم فيه النصوص بس الامتحان غير كده. اوفر اول اديله 7 من 10. طب الطب كان كويس؟ جامد رايق. مستوى الطالب الايه؟ متوسط فوق متوسط بشويه. طب في سؤال بقى استوقفك او حسيته صعب؟ اكيد يعني. ده ايه بقى؟ اسئله في النحو. شويه اسئله في البلاغه كده. الامتحان كان وحش جدا. النصوص كانت صعبه قوي. ده اكتر فرع؟ النصوص كانت صعبه جدا. انت حتى لما تيجي تقراها ما بتتفهمش يعني. قعدت بتاع نص ساعه بقرا النص مش فاهم حاجه. طب والوقت كان كافي؟ الوقت يعني كان كافي شويه، بس في الاخر خالص كده هو بس اللي اتاخر معانا شويه عن الوقت. هو كان كويس، بس النحو كان تقيل شويه. طب وكوقت الوقت كفى معاك؟ لا، هو الوقت كفى الصراحه. الوقت كان حلو بس. طب ايه السؤال بقى اللي استوقفك في النحو؟ هو مش استوقف. في اسئله يعني كانت لفه شويه، بس هو الصراحه كان حلو. والله الامتحان كان زي العسل، كان زي الفل يعني الحمد لله. هو النحو كان تقيل شويه، بس الواحد الحمد لله يعني برضك اللجنه كانت سايبه شويه معانا في الثانويه العامه. قالوا لنا بقى اللجنه تطلع سهله وصعبه وبتاع. لا الحمد لله المراقبين كانوا زي الفل، و10 على 10 وحاجه جميله. فالمهم بقى التعبير كان زي الزفت، ده اهم حاجه. لا مش التعبير، النحو هو اللي كان زي الزفت. والله العظيم الواحد بقى اهتم من بقاله 4 ايام ما بينامش في امتحان العربي، بس الحمد لله ان شاء الله 40 من 80 ان شاء الله. 40 من 80؟ هو بصي ده اللي الواحد حسبه في البتاع. الواد كان معاه آلة حاسبه، فاحنا الواحد حاسبها معاه. بس كان عندكم وقت تعملوا ده؟ الوقت كان كافي؟ لا، هم في جم اخر 15 دقيقه قالوا لنا بقى، لا قالوا لنا مفيش وقت، كله يعمل في البابل شيل بقى، كله قاعد يعلم الحمد لله. العربي كان كويس، بس النحو كان فيه تريكات شويه، والادب والنصوص كان كويس يعني، بس هو العيب كله في النحو. النهارده العربي كان كويس الحمد لله. بداية كانت القراءة والبلاغة والنصوص كانت حاجة جميلة. هو النحو كان فيه بس شوية مشكلات بس مش أكتر. صراحة الامتحان كان سهل قوي يعني. مفيش أي فرع وقف قدامك أو حسيت إن هو أصعب؟ هو بس أسئلة النحو كلها يعني كانت مظبوطة وقفت معايا كلها يعني. وقفت كلها معاك؟ لا وقفت معايا يعني، كانوا رجولة يعني. زي الفل يعني، سهل وصعب برضه. هو الصعب اللي فيه النحو. ده أصعب فرع؟ أصعب فرع. طب تفتكر سؤال تقوله لنا كان أصعب سؤال؟ أصعب سؤال؟ النحو. أنا ممكن ما أقولكش السؤال، بس هو يعتبر النحو كله كان صعب يعتبر، بس الباقي كله كان سهل. النصوص والقراءة والأدب كله ده كان سهل يعني تمام. طب تدي الامتحان كام من 10؟ يعني 7 من 10 كده. الامتحان العربي النهارده كان سهل الحمد لله، بس فيه افكار بسيطه يعني، مثلا النصوص الادب الحاجات دي بتبقى سهله، لكن النحو وكده الحاجات دي بيبقى فيها تريكات وحاجات صعبه. في صعوبات قابلتك في اللجنه؟ لا مفيش. هو بس اللي هي المراقب كل شويه، موضوع الوقت ده كل شويه وترنا والكلام ده، لكن مفيش حاجه خالص. لا مفيش أي صعوبة. تمام؟ كله تمام. هو والله اللجنة كانت جميلة، والمدرسين مرفقين بحال الطلاب وكده، بس يعني أهم حاجة المذاكرة. ده تعتمد عليك، ولا يعتمد عليك صاحب ولا مدرس ولا أي حاجة. أهم حاجة إن أنت تذاكر وتجتهد، مش أكتر ولا أقل. لا المدرسين كانوا تمام ولزاز، ما حدش رخم علينا. لا ولا أي حاجة. اللجنة كانت كويسة كل حاجة. هو بس موضوع الحر ده. لا كان كله تمام. بس المراقب كان واقف كان قاعد جنبي وما سابنيش طول اللجنه. لا اللجنه كانت جميله الحمد لله. كله كان تمام. كله كان بيحل في هدوء، ما فيش صوت ولا حركه. ولا غش؟ احنا ماضينا لا ما عملناش في الغش. اصل الغش ده حرام كده. كل واحد له نصيبه هياخده في الدنيا، فانا ليه اخده حرام؟ اخده بحلال احسن. فانا ما بحبش الغش، وانا اول دكه اصلا، فانا اللي خلينا غش. الجو حر والدبان خانين. ولا أي حاجة. اللجنة كانت تمام ازاي؟ تمام يعني. آخر 10 دقايق بتاع ممكن يسيبونا، فاهمة اللي هو نهمس، فاهمة مش كلام قوي، فاهمة، بس اللي هو يعني تمام يعني.
Gracias.